أهلا، لو جينا نتكلم عن أفضل مخرج في آخر 20 سنة في مصر من غير أي نقاش هنقول مروان حامد، المخرج اللي كل ما تلاقي اسمه على فيلم تأكد إنك داخل على تحفة فنية. مين هو مروان حامد؟ مروان حامد ابن الكاتب العظيم وحيد حامد، يعني ابن الصنعة زي ما بيقولوا، بيدخل ويخرج على جلسات فيها عادل إمام ويتدرب على إيد شريف عرفة، يعني بيتجهز ليكون أسطورة قادمة. مش كده وبس، الناس متعرفش إنه بدأ كمساعد مخرج في فيلم الناظر مع شريف عرفة. أيوة يا معلم، اشتغل في أعظم فيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية. ده معناه إنك ممكن تلاقي فجأة جايلك بفيلم كوميدي يهز مصر من الضحك. وهو عنده 28 سنة، الأب وحيد حامد قرر يكتب سيناريو الفيلم عن رواية مثيرة للجدل، رواية الكاتب علاء الأسواني ومارة يعقوبيان، والإخراج على إيد مخرج شاب زي مروان حامد. الناس 100% قالت واسطة، بس الحقيقة عكس كده تماما. وحيد حامد محطش ابنه في الأمان، ده رماه في قلب المدفع. الفيلم سياسي جريء تقيل، في قضايا زي الفساد والشذوذ، وبيجمع عمالقة التمثيل زي عادل إمام، خالد صالح، نور الشريف. أي غلطة صغيرة في الفيلم إخراجيا كانت هتدفن مروان فنيا، بس مروان أثبت نفسه وقدم فيلم إخراجيا متماسك قوي، وعادل إمام قدم فيه بالنسبة لي أقوى أداء في تاريخه. من هنا عرفنا إن إحنا قدام مخرج تقيل وقادم للسينما بقوة. بعد عمارة يعقوبيان، مروان دخل على فيلم غريب وجديد ومش شبه أي حاجة قبل كده، وهو فيلم إبراهيم الأبيض، فيلم أكشن سوداوي دموي، وبالنسبة لناس كتير كان صادم. بس مروان كان عايز يرسم لوحة فنية متكاملة، يعني اختار كادرات احترافية وعبقرية لأقصى درجة، والحارة مروان كان حريص إنها تطلع بدون مروان كان داخل يعمل فيلم كامل الأركان، حتى الأكشن جاب فيه فريق أجنبي وخلاهم يقعدوا مع الناس يفهموا كل تفصيلة في الخناقات الشعبية. وكتابة الفيلم كانت بصراحة عبقرية. عباس والحسن يا جدعان أبدع. روح على أي طفل كده في سنة 2025 100% هتلاقيه عارف بعتني بكام يا عشري، والفيلم نزل في 2009. أنت متخيل؟ أعرف عن نفسي الكثير. أنا فتاة إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة. أنا يونس في بطن حوت كافر. مثلا مروان حامد ما بيشتغلش مع النجم إلا لما يطلع منه حاجة مختلفة. يعني في الفيل الأزرق حول كريم عبد العزيز من نجم كوميدي لطبيب نفسي بيصارع في أشباح الماضي والجنون. وهو أصلا فيلم الفيل الأزرق من أوله لآخره مخاطرة ضخمة جدا لمخرج زي مروان حامد، وفي الوقت ده في 2014، لأنه في الوقت ده كان طبعا أفلام المقاولات مسيطرة على السوق، فإن أنت تنزل بفيلم رعب ومصري دي كانت حاجة يعني جريئة جدا منه. عشان في العيد محدش هيبقى خارج يتفرج على فيلم رعب، أكيد الناس بتبقى عايزة حاجة تتبسط بيها، مش حاجة تخضهم ويبقى كلها رموز وحاجات غريبة. وطبعا لتالت مرة يبقى الرهان على مروان حامد ينجح جدا جدا جدا، والفيلم يعمل أفضل إيرادات في تاريخ مصر، وهو برقم 92 مليون جنيه. والرقم ده وقتها كان محدش يحلم أصلا إن هو يوصل له، عشان وقتها 2014 كان أعلى فيلم بيوصل بيبقى 25 مليون جنيه، وكده الفيلم يبقى كسر الدنيا. احنا الأصليين يا سيدي، الرب في السماء بيراقب عبيده، واحنا ايه غير بشر بنقلد الفكرة. اطمن، احنا دايما موجودين، أقرب مما تتخيل. مفيش حد ما بيتراقبش. مروان حامد بعد ما خلص شغل على فيلم الفيل الأزرق بان أوي إن هو ارتاح في الشغل أوي مع أحمد مراد، فمن بعدها بقى دخل على فيلم زي الأصليين. الفيلم ما كانش مفهوم وقت نزوله في السينما، ولقى هجوم كبير أوي من الجمهور، لكن الفيلم يعتبر أفضل فيلم ليهم كرمزيات وكده. مروان حامد كان باين أوي إن هو عايز يرسم لوحة فنية في الكادرات بتاعته. يعني فيلم الأصليين ده أكتر فيلم هتلاقي مروان حامد مركز أوي في كل لقطة بياخدها. مروان حامد خلانا لتاني مرة نشوف أستاذ ماجد الكدواني في دور تقيل جدا. تقولي تاني مرة، أقول لك ما هو أول مرة خلانا نشوف كريم عبد العزيز بدور مختلف تماما عن الكوميديا. تاني مرة أستاذ ماجد الكدواني بدور مختلف تماما عن الكوميديا اللي احنا عارفينها. حلمت بإيه؟ حلمت بيك في بدروم، دخل عليك واحد صاحبي خدك من ايدي.
وطبعا مروان بعد كده نزل بفيلم الأشهر من الأصليين واللي لقى نجاح كبير جدا بين الجمهور، وهو فيلم تراب الماس. فيلم مأخوذ من رواية أحمد مراد، وبرضك هو اللي ألفها كسيناريو فيلم. ومروان خلانا في الفيلم ده نسأل سؤال حلو أوي: هل يحق للمظلوم أن يكون هو المشرع؟ والسؤال ده صياغته في إن محدش هيتفق على إجابة، كل واحد ليه فكر وفي ليه حاجة. يعني في حد يقولك المظلوم يحق يكون ليه إن هو يكون مشرع، وفي حد يقولك لأ. مروان دايما مش بيركز ان هو يقدم فيلم حلو وخلاص، لا هو دايما شايف خطوة لقدام، داخل على الفيلم بتناقش مواضيع محدش كان عايز يلمسها، يشتغل على تيمات نفسية وسياسية ودينية من غير ما يبقى متكلف او متفلسف. حتى في فيلم زي كيرة والجن قدر يحول رواية 19 بتاعت أحمد مراد لفيلم أكشن طويل ومشوق. انت الفيلم ده 3 ساعات وتقدر دايما تتفرج عليه كل مرة، وكل مرة ما تمليش منه مهما كان طول الفيلم. يعني ببساطة لما تسمع الفيلم إخراج مروان حامد تعرف إنك داخل على فيلم مش هتقوم منه غير لما التتر يخلص. فيلم متصور بحب ومتفكر فيه ومعمول باحترام لعقل المشاهد.